قُلت إيه ده! أنا لو أنا من سَنة ما كنتش عملت كده، وقعدت أعيط من الفرحة. أنا زمان كنت حاسة إن لأ، أنا محتاجة حد يحبني وحد يهتم بيّا وحد يفضل يبعت لي كل شوية text وحد يفضل يتصل بيّا كل شوية عشان أحس إن أنا متشافة. دلوقتي أنا أصلًا مش شايفاكم. حُب النَفْس. كذا حد طلب منّي أعمل الفيديو دوًّا بما إنّي عرفت أحب نَفْسي في 5 شهور. كبداية كاللي هو شخص انتظم على إنه خلاص عرف نفسه. ودلوقتي باين داخلة على 8 شهور حاجة زي كده. الموضوع كله بدأ بالكتاب ده، أنا اتكلمت عنه قبل كده في آخر فيديو إن هو اللي ساعدني. اسمه The Artist's Way. كلنا عندنا أحلام بس تحس إن هي محطوطة في بلوكاية، فالكتاب ده بيساعد جدا إن أنت تفك البلوك دي. وأنا أصلا لسه ما خلصتوش، يعني أنا وصلت لحد هنا كده وأنا استفدت جدًا، اللي هو خلاص أنا مش محتاجة أكمّله بس أنا لازم أكمّله. بس أنا خلاص خدت الخلاصة، واللي هي إن أنا استمريت على الكتابة. دي الحاجة اللي أنا جاية أكلّمك عنها النهارده. الكاتبة صمّمت جدًا إن إحنا نكتب 3 صفحات كل يوم أول ما نصحى. وإيه اللي خلّاني أستمر أو أسمع كلامها، أو إحنا على طول بنسمع يا مَلَك كُتب بتقول لنا اعملوا كذا وما بنعملهوش. بس إيه اللي خلّاني أنتظم أو إيه اللي خلّاني أقدر إن أنا أكتب 3 صفحات كل يوم على مدار 8 شهور؟ إن هي استفزّتني. كل واحد مهما كان بيكره نَفْسه جوّاه صفر، يعني 0.1 كده أمل إن هو ممكن ينجح، حتى لو في 99% إحباط، في 1% أمل. هي بقى استفزت ال1% ده جوايا. جابت لي أشخاص، يعني جابت لي قصص ناس مُحبطة أكتر منّي في حياتي بكتير، ناس عندها 64 سَنة يعني ولا شايفة أمل ولا شايفة أي حاجة، وأثبتت إن هُم نجحوا. وورّتنا، يعني جابت أسماء ناس حقيقية وخدوا Joy Awards، خدوا awards وعملوا 3 كُتب وعملوا 3 أفلام وعملوا متحف، حاجات كده. يعني قبل ما تعمل الكتاب هي كانت بتعمل دورات بتشرح فيها اللي الكتاب بيقوله، بتساعد فيها الناس اللي عايزة توصل لحلمها تفُك البلوك اللي عندها، وكانت الاستراتيجية إن هُم يكتبوا. في حاجة كمان هاقولها كمان شوية، بس هي كانت مصممة إن الكتابة حاجة أساسية. فضلت تتكلم بتاع 10 صفحات على الكتابة بس، فخلاص ماشي، استفزت ال1% اللي جوايا أوي. فاستمريت فعلًا. تاني يوم جِبت journal، وjournal عادي يا جدعان، يعني جيبوا أي حاجة صغننة مش ب100 جنيه، يعني مش أنت مش هتperform في الjournal. أنت بتطلّع اللي جواك، بتشخبط، بتعمل كل اللي عايزه، لكن ما تجيبليش journal ب1000 جنيه، يعني أنت مش هتperform. المهم بدأت إن أنا أكتب كل يوم 3 صفحات، حتى لو 3 صفحات دول كلهم أنا مش عارفة أنا هاكتب إيه، أنا مش عارفة أنا هاكتب إيه، أنا مش عارفة أنا عايزة أقول إيه. هي قالت كده لازم، حتى لو أنت مش عارف أنت هتكتب إيه، قُل أنا مش عارفة أكتب إيه. دي هي كانت عايزة توصّل لك إن دي حاجة تستفز عقلك فتخلّيك تكتب. المهم إن أنا اكتشفت إن خلال ال4 شهور دول أنا كنت طبعًا باكتشف نَفْسي. اكتشفت إن أنا ما كنتش أعرف نَفْسي أصلًا. اكتشفت ان انا ما كنتش اعرف نفسي خالص. خالص انا ما كنتش اعرف مين الملك اللي في المرايه دي. انا ولا كنت اعرف انا بحب ايه، انا ولا كنت اعرف انا عايزه ايه، انا كنت ولا كنت اعرف انا مع الناس اللي حواليا دي ليه. كنتش عارفه حاجه. تحسوني كده كنت على الله. اول ما بدات اكتب طبعا عرفت انا بحب ايه، عرفت انا محتاجه ايه. قطعت 90% من الناس اللي انا اعرفها. بدأ المسار بتاعي يتغير، اللي هو أنا كنت زي ما أكون واحدة على الكوكب، بقيت واحدة من الكوكب. فاهمين حاجة؟ يعني بقى ليا مسار أنا اللي محدداه. أنا عارفة أنا عايزة إيه، أنا عارفة طريقي رايح إزاي، أنا عارفة أنا بحب إيه، أنا عارفة مستقبلي هيبقى شكله إزاي. حتى لو أنت في دماغك عايز مستقبل معين، أنا بقيت عارفة إن ده مستقبلي، مش عايزاه وخلاص. أنا بقيت شايفة إن ده مستقبلي، يعني ده مستقبلي، ما بقاش choice، ما بقاش خيار. أول ما بدأت أعرف نفسي كل حاجة بدأت تتغير، كل حاجة، كل الحاجات اللي في دماغي اللي أنا كنت باقول إن أنا عايزة أوصل لها، بدأ يبقى في حاجات على الواقع تخلّيني فعلًا أوصل لها، مش مجرد حاجة وهمية. بدأ الdelusion اللي في دماغي يبقى ليه خيط حقيقي ملموس على الأرض، أنا أقدر أكمّل عليه لحد ما أوصل للحاجة اللي في دماغي. أول ما بدأت أكتب كل الحاجات اللي أنا كنت باقول أقسم بالله من 6 سنين إن أنا هاعملها، أول ما كتبتها بدأت أعملها.
طب ليه ما بدأتهاش من 6 سنين؟ مش عارف، انا حاسه ان انا كنت لما كتبتها عقلي فهم انا عايزه ايه، فبدأت اروح للحاجه دي. يعني هو قال لي انت هتروحي ازاي، فاظن ان هي كانت عايزه توصل من كده من الكتابه، ان انت في الحقيقة مش عارف انت عايز ايه، ان الاكتئاب اللي انت فيه ده انت بس اللي خالق نفسك فيه، انت اوهامك، الاوهام اللي في دماغك هي اللي عاملة الشبورة دي، لكن الشبورة دي مش موجودة اصلا. وانت لو كتبت اللي انت عايزه عقلك هيجيب لك الطريق على طول، زي ما يكون انت بس اللي عملت الدوشة دي كلها، لكن مفيش حاجة. زي ما يكون انت اتشكيت بدبوس وحسيت ان انت اتخبطت بشاكوش، وعقلك وراك ان الموضوع كان ابسط من كده بكتير واداك الحل على طول. واظن ان هي ده اللي كانت عايزه توصل له، ان احنا محبطين احباط احنا اللي عاملينه، ان احنا حاطين نفسنا في الفيكتيم كور، احنا اللي خلقناها لكن هي مش موجوده. ومع الوقت بدأت كل بزنس أدخلها تكبر، في ناس كتير بدأ قبل مني، في ناس بدأ بقالها 3 سنين، في ناس بدأ بقالها 5 سنين، وأنا وصلت في سنة، وعديت ناس كتير بدأها بقالها 3 سنين. وأنا كنت لسه 11 شهر. أنا فاكرة عشان الحاجات دي بتفرق معايا جدا. عايزة أقول لكم إن البيزنس بتاعتي أنا فتحتها في شهر 9 2024. تمام، نجحت وكل حاجة وكملت كويس. بعد شهر 6 رجعت أشوف الشتات اللي ما بيني وما بين العملاء الشهور اللي فاتت دي كلها. أنا كنت شخص، يعني حسبي الله ونعم الوكيل فيا، أنا مش عارفة أنا كنت إزاي بكلم الناس كده. أول حاجة أسلوبي كان وحش جدا. أسلوبي كان وحش، أنا مش عارفة أنا إزاي كنت كده. أنا اتصدمت بعد ما اتغيرت طبعا، بعد ما بدأت أكتب، بعد ما بدأت أحب نفسي، ما كنتش مستوعبة اللي بقرأه دون. أنا فعلا كان عندي شك إن اللي بتتكلم دي أنا. ايه الفرق اللي حصل ما بين شهر 9 اللي بعد 6؟ ان انا اتغيرت، عقلي، الكلمة بتاعت عقلي اتغيرت. الشخص اللي بيحب نفسه ما بيكلمش حد وحش، عشان هو مش هيحب ان هو حد يعامله وحش. انت لو بتحب نفسك مش هيبقى فيك حاجة غير احترام. حتى واللي قدامك ده ابن 60 في 70 انت هتبقى اكتر شخص محترم على الكوكب ده قدامه، عشان انت الكسبان. انت الكسبان قدام نفسك وقدامه. فالشخص اللي بيحب نفسه مش بيشتم. الشخص اللي بيحب نفسه ما بيعرفش يفكر بوحش من الناس. الشخص اللي بيحب نفسه، العميل اللي قدامه دون هو اللي وصله. العميل اللي بعت لك مسج وعمل لك فولو هو اللي وصلك، انت من غيره ولا حاجة. اصل بص، انت مهما كان الخير اللي فيك الناس ملهاش دعوة. وانا بكتب دايما بكتشف حاجات حواليا عن نفسي، عن الناس اللي حواليا. حتة ان قراية الناس عندي بقت اعلى. اي حد عارف نفسه خاف منه. اي حد عارف نفسه خاف منه. وفكرة ان انت تبقى عارف نفسك دي حاجة كبيرة جدا في صالحك، حاجة قوية جبارة في صالحك. عشان لو حد قال كلمة عليك انت عمرك ما هتصدقها، انت هتصدق بس اللي انت عارفه. حتى لو الحاجة اللي هو قالها دي صح وهي مش حلوة، فانت عارفها وعقلك عارفها ومتصالح معاها وصلحها. والشخص اللي بيتكلم قدامك ده بيتكلم في ماضي خلاص. فالشخص اللي عارف نفسه خاف منه عشان هو عارفك قوي وعارف اللي انت بتعمله. فدي مش حاجة تحمسك ان انت تعرف نفسك، ان انت تكتب، تعرف مين اللي بيتكلم، تعرف ازاي تتكلم مع الشخص اللي جاي. ودي حاجة خلتني طبعا ككوميونيكيشن سكيلز اقوى بكتير. بقيت بعرف ابيع كويس. حتة ان انا اعرف اتكلم مع نفسي وابقى عارفة نفسي، بقيت اعرف احط نفسي مكان الزبون كويس قوي. فهي دي الفكرة، انت لو عارف نفسك انت عارف اللي قدامك كويس قوي وهتعرف تقرأه كويس جدا. هتبقى قاعد بتحلل اللي حواليك ليه؟ عشان انت عرفت تحلل نفسك. اصعب حاجة ان انت تعرف نفسك، الباقي كله خلاص. انت لو عرفت نفسك كل حاجة حواليك في الكون ده اتحلت. بس اعرف نفسك. فبجد الكتابة عملت كده فيا. الكتابة ممكن تخليك أقوى إنسان على الكون، يعني بعد ربنا طبعا. على الأقل لنفسك، على الأقل لحياتك، على الأقل اللي بعد كده، على الأقل الناس اللي محتاجاك، أولهم الشخص اللي في المراية. نصيحتي مثلا لو انت بعد الفيديو دون قلت أنا هكتب وهنتظم، اعمل كده، اعمل كده. هتبدأ تحب نفسك لما عقلك يشوف ان انت بتقول حاجة وهتعملها، هيبدأ يثق فيك، هيبدأ يجيب لك فرص اكتر. هو انت لو في حد شغلته عندك والحد دون بيقول كلمة وما بيوفيش بيها، هل الحد دون هتبقى حابب ان انت تجيب له فرص شغل اكتر؟ هل تبقى حابب ان هو
ييجي معاك meetings ويشوف ناس كبيرة وكده، لأ الشخص ده ما يستاهلش، هو الشخص دَوًّا بيقول أنا هاعمل كذا، الشخص دَوًّا مش ملتزم بمواعيده وهكذا. نفس الموضوع. لكن لو أنت لقيت حد عندك في الشركة ديًّا أو كده ملتزم وعلى طول بيحضر وعلى طول بيعمل أكتر من اللي عليه، ولمّا بيدّيك كلمة بيوفّيها وبيسبق كلامه كمان، الشخص دوّة أنت هتبقى عايزه في كل حتة، هتبقى عايز تودّيه أماكن أكبر، هتبقى عايز تعلّي له الsalary بتاعته، هكذا. هو الموضوع بيمشي كده. عقلك لو شافك إن أنت أول ما قُلت الكلمة ديًّا مثلًا قُلت أنا هاخس، أنا قررت أخس 10 كيلو، وبدأت تعمل اللي عليك بس عشان توصل، عقلك هيدبل اللي عليك ده في 10. والله العظيم ودي عن تجربة شخصية. أنا خسيت 10 كيلو في أسبوع. إزاي؟ كتبت 7، كتبت إن أنا عايزة أخس، ماشي 10 كيلو. هو أنا كنت 65 وشوية 66، كنت قاعدة بزيد يعني. نزلت 59، وده اللي أنا كنت عايزاه يعني. في أسبوع عملت إيه؟ ما حطيتش في دماغي الموضوع. أول ما كتبت كده بس بدأت آكل مثلا نص اللي أنا باكله عادة. رز هاكل نصه، لو أنا بفطر جبنة وفول والحاجات دي لا أنا هاكل بيض كده. بدأت أقلب كل حاجة الحاجات الصحية. قطعت أكل من بره، قطعت الشيبسيات والحلويات عامة، قطعت السكر كله، وخسيت على طول وما رحتش الجيم عامة. بس وعدت نفسي ان انا هخس وان انا هعمل اللي عليا عشان اخس. ما فشختش نفسي. ما تفشخش نفسك، انت مش مطلوب عليك غير انك تعمل البير مينيمم، وعقلك هيكمل الباقي. اقسم بالله عقلك هيكمل الباقي. انت مش عليك حاجة غير ان انت تعمل اللي تقدر عليه، وعقلك هيكمل. اول ما يلاقيك بدأت توفي بوعودك فعلا هتبدأ تحب نفسك. انا لما بدأت احب نفسي حسيت ان انا شخص كافي جدا لحياتي، حتى لو ما عنديش صحاب انا صاحبتي. هي دي الفكرة. حب النفس، انت بتبقى صاحبك، انت بتبقى حبيبك، انت بتبقى كل حاجة. مش محتاج حد. حرفيا انا حاسة ان انا مش محتاجة حد. حتة ان حد اخسره الموضوع ما بقاش يوجع قوي. لما انا خسرت ناس كتير جدا في حياتي انا ما مسكتش فيهم زي ما كنت باعمل زمان. زمان كنت ممكن اقعد اتحايل على الشخص ده وان يفضل معايا، وافضل اجيب هدايا واقعد اتصل وافضل ابعت مسجات واقعد اعيط واقلب الفيكتيم واعيط بالايام واحط نفسي في كور الفيكتيم والاكتئاب، وانا ومش عارف ايه والحاجات كده، وامسك في الشخص دون. وبحس ان حياتي زمان كانت بتقف على حد. دلوقتي انا حاسه ان حياتي مش واقفه على حد. دلوقتي انا لو في حد جه عليا انا هطلعه، مش هفكر فيه ولا في ال20 سنه اللي احنا كنا نعرف بعض فيها، ولا اي حاجه، ولا في دماغي ولا بربع جنيه. ودي حصلت معايا، وانا كنت فخوره بنفسي جدا لما حصل كده. لما حد دخل حياتي ولقيته قلل من حاجه انا بعملها، عملت كده. عملت كده بالظبط. حرفيا عملت كده. طلعت الشخص ده من كل حته. يعني زي ما دخل زي ما خرجته وطردته بالظبط. عشان هو ما قدرنيش، عشان هو ما عرفش الشخص اللي في ايده دون ايه. اول ما حبيت نفسي عرفت ان حرفيا انك تعرفني ده privilege، ان انا ابقى في حياتك. يعني knowing me is a privilege. حد قال لي كده قبل كده. الكلمة قوية جدا، اللي هو فعلا اول ما حبيت نفسي حتة ان انت تعرفني، المفروض انت تقوم وتنزل وتتشقلب كده وتبقى قاعد مبسوط ان انا في حد في حياتك زيي. ده المايند سيت اللي انا وصلت لها في 5 شهور من الكتابة. لما عرفت نفسي، لما عرفت ان انا استاهل، وسامحت نفسي على كل ال20 سنة والهبل اللي انا كنت قاعدة بعكه. سامحت نفسي على كل حاجة. ما بقتش حاسة بالفراغ اللي حد كان مديهولي. بقيت حاسة ان انت مكانك ده ملوش لازمة، وانا مليت الفراغ اللي مكانك ده، فاطلع بره حياتي. بقيت حاسة ان حياتي ما فيهاش فراغات. انا زمان كنت حاسة ان لا انا محتاجة حد يحبني وحد يهتم بيا وحد يفضل يبعت لي كل شوية تكست وحد يفضل يتصل بيا كل شوية عشان احس ان انا متشافة. دلوقتي لا، انا اصلا مش شايفاكم. والله العظيم دلوقتي انا حرفيا انا اصلا مش شايفاكم. انا مش شايفه اللي انت بتعمله ده ايه عشان اشخصك. انا مش شايفاك اصلا عشان اشخصك. انا في ناس دخلت في حياتي كذا حد قال لي يا ملك الشخص ده توكسيك، الشخص ده مش عارفه ايه، وانا ما كنتش شايفه حاجه غير ان هو شخص كويس وبيحاول مش عارفه ايه وكده.
وأنا كنت شايفة كل اللي هُم بيقولوا ده عليه دَوًّا غير بعد ما أنا قطعت الشخص دَوًّا، "ويا بنتي ده كان toxic، ده مش عارفة إيه، ده عمل وعمل، أنتِ إزاي ما كنتيش واخدة بالِك؟" عشان أنا ما كنتش شايفاه عشان أشخّصه، أنا حبيت نفسي لدرجة إن أنت لو عملت حاجة أنا مش هاشوفها غير خير، لو أنت تعدّيت حدودك أنا باخد بالي وهاطلّعك، زي ما طلّعته في الآخر كذا حد قال لي ده كان بيحاول من الأول، ده كان مش عارفة إيه، أنا ما كنتش شايفاه عشان أشخّصه، أنا لو كنت أنا بتاعة زمان كنت شخّصته، فضلت أعمل كده ومش عارفة إيه، وعلى فكرة بعد ما أشخّصه كان ممكن ما أطلّعهوش من حياتي، كل الدايرة اللي حواليّا دي ما حدش حياتي مش واقفة على حد فيهم، ممكن تِك، تِك، تخِت في ثانية كده أطلّعهم كلّهم من حياتي وما أحسّش إن أنا ناقصني أي حاجة عشان أنا بقيت في حياتي، أنا كل السنين دي ما كنتش في حياتي، أول ما حبّيت نَفْسي بقيت في حياتي، أول ما بدأت أكتب وأشوف نَفْسي لقيتني إيه ده! أنا مش محتاجة حد، أنا فيّا كل الحلاوة دي وعايزة حد يهتم بيّا، لا يا ستّي هبل إيه، أنا فرحانة جدًا إن أنا في حياتي، أنا فرحانة إن أنا مَلَك، أنا فرحانة إن أنا نَفْسي. ده كان كل إحساسي أول ما بدأت أعرف نفسي، متعة أنا مش قادرة أعبّر عنها، حتى هتشوفوها في عيون الناس هتلاقوا ناس كتير بتحبكم، أنا لمّا خدت بالي إن الشخص دوًّا أنا طيّرته من حياتي وما فكّرتش، ما فكّرتش حرفيًا ما فكّرتش ما قعدتش second thought it أنا عملت كده، ما فكّرتش، أنا خدت بالي بالليل قبل ما أنام وفكّرت، قُلت إيه ده! أنا لو أنا من سَنة ما كنتش عملت كده، وقعدت أعيط من الفرحة. إن أنا عرفت أتغيّر في مدة قليلة جدًا، وصدّقوني يعني لو حد عارف الماضي بتاعي وأنا قدرت، فأنت تقدر و10.000 أكتر منّي، فلازم تبقوا واثقين في نَفْسكم وواثقين في ربنا، ولو عايزين تقربوا من حد هو نَفْسكم وربنا، واقرأوا قرآن كتير زي ما هتكتبوا كتير بالضبط. تاني حاجة الكاتبة كانت مركّزة عليها جدًا ومصممة برضه عليها زيها زي الكتابة بالضبط، وهي إن أنت لازم ت تحدد يوم في الأسبوع تنزل فيه مع نفسك، تخرج مع نفسك artist date. إيه الartist date دوًّا؟ إن أنت تستكشف نفسك، هو أنت لو أنت لسه عارف حد جديد أكيد هتبقى عايز تتعرف عليه بنزولة، فهي كانت بتقول إن أنت لازم تنزل لوحدك، ولا صحاب ولا تقول لي ده أخويا ولا تقول لي ده عمي ولا تقول لي ده الboyfriend بتاعي، انزلي لوحدك. انزلي لوحدك اعملي مثلا بيكنيك مع نفسك واقعدي ارسمي ممكن تجربي كافي شوب جديد لوحدك اهم حاجه لوحدك ممكن تروحي الملاهي لوحدك يوم المهم ان يبقى في يوم في الاسبوع ليكي انتي بس لاستكشافك حتى لو اليوم ده كان في البيت بس انا ارجح ان انت تنزلي لوحدك تجربي اكله جديده بره تعرفي نفسك بره ودي طريقه زي ما تكون بتوثق البوند ما بينك وما بين نفسك وانت لو انتظمت عليها هتعديني بكتير عشان انا ما عملتهاش غير مرة وما عرفتش اعملها قوي يعني طلبت ان حد يجي معايا ف بس انا مقررة اعمل بيكنيك لوحدي يا رب تظبط في حديقة الازهر محدش يجي اليوم ده عشان عايزة ابقى لوحدي تنزلي حديقة الازهر تجيبي كتاب وتقعدي اليوم كله ما بتعمليش حاجة ان انت بتقرأي تجيبي كتاب صغير وتقرري ان انت تخلصيه النهاردة بره حاسة الموضوع برضه fun جدًا، وهي كانت مركّزة عليه جدًا، وحاسة إن السبب مقنع. مش قادرة أقول لكم كمية الراحة اللي هتوصلوا لها لمّا تكتبوا حاجة وتعملوها، دي خطوات النجاح. لمّا تعمل إنجاز أنت قايل لنفسك إن أنت عايز تعمله، الموضوع ده extra دوبامين لعقلك وأحلى من السكر وأحلى من الحاجات اللي أنتم بتتفرجوا عليها دي بالنسبة لعقلك بكتير. أول ما بيلاقيك بتوصل لحاجة أنت قُلت هتوصل لها بيقول ايه ده يا جدعان ده وصل ل5000 اللي قال هيوصل لهم يلا بقى نجيب له مهمة تانية يلا نوصل ل10 يلا نوصل ل20 يلا يلا يا جدعان دوروا في الدفاتر القديمة ده كان عايز يروح يلعب سباحة ده كان عايز يروح يلعب كورة ده كان عايز يقرأ 50 كتاب يلا ويفضل بقى يطلع لك في حاجات تعملها وهتفضل تكتبها عشان كده فكرة انك تكتب كل يوم دي مهمة عشان وانت بتكتب وكل ما بتكتب اكتر كل ما في افكار بتطلع اكتر كل ما بتلاقي حاجات تعملها وتبقى فخور من نفسك بيها وتبدأ تحب نفسك يوم ورا يوم ورا يوم هتبدأ تكبر تبدأ تحب نفسك تبقى فخور بيها تبص للشخص اللي في المراية ده تلاقيه نضيف انتوا شايفين الأوضة اللي أنا فيها دي ما كانتش كده أنا ما كانش عندي أوضة أصلا لوحدي ده مكان في الصالة قفلناه وبقى أوضة ليا كل ده بفلوسي الحمد لله كل الأوضة دي كلها بفلوسي السرير الزينة اللي أنا عاملاها التليفون اللي أنا جايباه كل ده بتعبي أنا عقلي شايف
ان انا قدرت يبقى ليا اوضه لوحدي لما كان ليا نص سرير وبقى ليا اوضه وبقى ليا سرير لوحدي. ده مش ممكن يخليني اوصل ان انا يبقى ليا شقه لوحدي وفيلا لوحدي وقصر لوحدي. اكيد اقدر. الموضوع كله بيبدأ من كلمة بتكتبها. فهي دي نصيحتي النهاردة. اكتب. اكتب، طلع اللي جواك، اعرف نفسك، حبها. انت هتحبها مع الوقت. كل ما هتحبها كل ما هتلاقي حاجات توصل لها، كل ما عقلك هيجيب لك انجازات توصل لها، وكل ما الدوبامين اللي في دماغك هيبقى من الانجازات اللي انت عملتها، كل ما الفلوس اللي في ايدك هتبقى من اللي انت حققتها. كل حاجة هتبقى انت ليك بصمتك فيها. ودي حاجة تخليك فخور بنفسك. وانا السنة دي وانا الترم دون قررت اعمل حاجة جديدة، ان انا اهتم بالدراسة واجيب ايه. انا الترم اللي فات كان كله دي سي بي، يعني انا ما شفتش غير ايه واحدة، فانا قررت ان الترم دون يبقى كله ايه. انا عايزة انا شايفة ان انا استاهل اشرح للناس، مش ابقى قاعدة مش فاهمة. انا استاهل ان انا اشوف ايه في كل حتة، وزي ما عرفت اجيب فلوس هعرف اجيب درجات. بس كده. وصدقوني انا بدأت من صفر. انا بجد مريت بأوحش السنين في حياتي. انا عملت كوارث وانا صغيرة. انا مش ملاك يا جدعان، انا عملت مصايب. كوارث كونية عملتها وانا صغيرة، فضلت اعملها لحد وانا 20 سنة. 19 20 21 كانوا بداية يعني اللي هو اقتل العفن اللي انا كنت بعمله وابقى شخص جديد. سنتين، سنة ونص قدرت احقق دون. انت ما تقدرش. عشان انا لما لقيتني بنجح حسيت ان انا بدأت اعيش. تخيلوا بدأت اعيش سنتين، تخيلوا بدأت انجح السنتين اللي فاتوا دول. لو انت اصغر مني دلوقتي بتتفرج عليا، انت قدامك وقت كتير جدا، فالحق نفسك. لو انت اكبر مني، انت لسه قدامك وقت كتير جدا. بقولك في ناس بدأت وهي 64 سنة وبقى عملت افلام ونجحت وخدت awards. جيبوا الكتاب ده يا جدعان واقرأوه. يا رب تشوفوا الأمل اللي أنا شايفاه، عشان أنا مكنتش شايفاه خالص. ووصلت من واحدة جربت تحاول الانتحار باين 15,000 مرة، لواحدة فعلا نفسها تعيش عشان تشوف هي ممكن تعمل ايه تاني في المستقبل، أو ايه البصمة اللي هتسيبها المرة الجاية. بس كده. باي باي.